طول عمر الفن لغة بتوصل لأي حد في أي زمان، لغة وصلتنا من أجدادنا وإحنا هنوصلها لأحفاد أحفادنا. عشان كده الدولة لما قررت تهتم بتنظيم الأسرة كان لازم يكون للفن دور مهم ودور رئيسي، مش مجرد تكملة للصورة. مبادرات كتير طلعت للنور، مسرح، رسم، أنشطة كتير. أنا محمد الخولي، طبيب نفسي، وعشان بقى المبادرات والفنون فاحنا معانا زهراء يعقوب، صانعة أفلام. ازيك يا فنانة؟ شكرا نوركو. طيب زهراء، يعني أنا عايزك تحكي لي أكتر عن المبادرة اللي أنت عملتيها. المبادرة كانت عبارة عن مسرحية مجتمعية، كنا بنناقش 3 قضايا منهم تنظيم الأسرة، الختان، وزواج القاصرات. فأحلى ما في المبادرة يعني إن احنا كنا من 3 قرى مختلفين و3 قبائل أصلا مختلفة، كان في نوبيين وكان في جعافرة وكان في صعايدة. تم تنظيم المسرحية بأن هي تبقى زي 3 فقرات، كل فقرة قبيلة هي اللي بتمسكها وهي اللي بتعمل الفقرة بتاعتها. كنا احنا النوبيين كنا بنناقش قضية تنظيم الأسرة، طالما احنا نوبيين فكنا مخلين جزء كبير في الفقرة بتاعتنا ان المسرحية تبقى بالنوبي، بحيث ان الأماكن اللي احنا هنعرض فيها هي قرية نوبية. وده كان بيخلي فرصة لطيفة للناس اللي ما بتعرفش تتكلم عربي كويس أو حتى تفهم عربي كويس إن هم يفهموا القضية اللي احنا بنتكلم فيها ويعني إيه أصلا مسرح مجتمعي. وفي نفس الوقت إنه في قبائل تانية زي الجعافرة كانت المسرحية بتخاطبهم بلغتهم، فكان الموضوع كان لطيف، وهكذا الصعايدة. يعني انتوا يعني كده في المسرحيه ذات نفسها احنا قسمناها 3 اجزاء، وكل جزء كان باللغه بتاعت او اللهجه اللي بتتناسب مع الفئه اللي بتقدم لها. بالظبط. طب حلو قوي. تعالى خديني بقى في اللغه النوبيه شويه، انتوا عملتوا ده ازاي؟ هي كانت فكرة طلعت مننا، احنا كنا بنعمل عصف ذهني ما بيننا وبين بعض، احنا هنتكلم عن انهي قضية وايه المشاكل اللي بتبقى موجودة في القرى النوبية. فحسينا شوية ان هي تنظيم الأسرة، طب احنا هنعرض المسرحية دي في قرية نوبية، لو اتكلمنا باللهجة العربي في ناس كتيرة مش هتوصل لها المعلومة اللي احنا عايزين نوصلها. فالفكرة طرحت ان احنا طب ليه ما نعملش جزء مهم والرسالة المهمة اللي احنا عايزين نوصلها اصلا للناس نقولها بالنوبي في نفس الوقت. طب في ناس هتحضر المسرحية ما بتتكلمش نوبي، فكنا عاملين زي ورق يعني كاتبين فيه الكلام اللي بالنوبي ترجمته، فالناس اللي قاعدة بتتفرج لما بنتكلم نوبي فاهمين احنا بنقول ايه. كانت فكرة كانت بالنسبة لنا احنا ما كناش فاهمين ممكن هنعملها ازاي، بس كنا متحمسين احنا نعملها فطلعت يعني لطيفة. ايه اللي شدكم في المواضيع؟ ايه اللي خلاكم تختاروا المواضيع دي؟ هو احنا اكتر لان عارفين ان في القرية بتاعتنا او في القرى المجاورة حتى للقرية بتاعتنا انه تنظيم الأسرة والختان مفيش وعي، يعني كل المبادرات بتتعمل في قرى مختلفة في النوبة، بس في مشكلة كبيرة ان احنا المبادرات مش بتبقى موجودة في قرانا. فقررنا ان احنا طب هنشوف ايه الاشياء اللي بتبقى موجودة عندنا وهي مشكلة بالنسبة لنا، بس مش عارفين ان احنا نوصل للناس. انا كزهراء لو اتكلمت معاهم بشكل شخصي مش هيتقبلوا على قد ما لا في مشروع وده حاصل كذا كذا باحصائيات كذا كذا وايه المشاكل اللي بتحصل في كذا كذا، فالموضوع بيبقى بيتقبلوا الموضوع اكتر. يعني الموضوع فيه جانب علمي زائد الجانب الفني، وده اكتر حاجه شدتكم ان انتوا هتشيلوا الرساله دي يعني عن المجتمع اللي انتوا عايشين فيه. بالظبط. صح كده؟ صح. في تغيير ملحوظ انت لمستيه من الشغل بتاعك؟ انا كانت بالنسبه لي اهم شيء حصل تيتا الله يرحمها ما كانتش بتحضر المسرحيات، يعني هي عارفه ان انا بعمل مبادرات زي كده كتير بس ما كانتش بتحضر، ما كانش في فرصه ان هي تحضر لان انا عارفه ان هي مش هتفهم لان اكتر هي بتتكلم بالنوبي. فكانت اول مره تحضري المسرحيه بتعملها بالنوبي. واصحابها هي ندهت صحابها وهي الناس الكبيره ويلا نشوف مسرحيه بالنوبي وكده، فهم لما حضروا وشافوا الكلام وان ازاي موضوع حتى كمان بشكل لطيف، مش ان احنا بننبذهم ان انتوا بتعملوا حاجه زي كده على قد ما لا ده مضر ليكوا، فهم تقبلوا الفكره والموضوع انتشر في البلد ان هم عاملين يحكوا لبعض الرساله اللي وصلت لهم المفروض. طب احنا ممكن نقول ان ده اثر عظيم طبعا. في رد فعل من الجمهور حصل وانت في العرض مثلا وانت شغاله حاجه لفتت انتباهك او فاكراها؟ انا فاكره كويس كانت في واحده في خلال العرض هي بكيت لان الموضوع اثر، لمس معاها في قصه شخصيه او كده،
فهي انهارت شويه، وبعد ما خلصنا المسرحيه احنا عرفنا الموضوع ده وحاولنا ان احنا نتكلم معاها وكده. فهي جات انا اول مره احس ان في حاجه شبهي، و كاني انا اللي موجوده في المسرحيه. زهراء، في الاعمال الفنيه الحاليه او المبادرات الفنيه اللي موجوده دلوقتي، سواء اعلانات بقى او مسلسلات او افلام، اللي ممكن تكون بتخدم رساله زي تنظيم الاسره او الختان او غيره، ايه اللي انت شايفاه مؤثر قوي او ممكن يكون كان مصدر ان انت حابه ان انت تعملي عمل حاجه زي دي بعد كده؟ انا بالنسبه لي كان في عملين اعتقد يعني انه كان السنه اللي فاتت عملوا مسلسلين، خلي بالك من زيزي ليه لا. خلي بالك من زيزي كان تنمر، ومسلسل ليه لا كان عن قضيه التبني، وبعد المسلسل ده في حالات تبني كتيره حصلت. فكانت بالنسبه لي العملين دول يعني اثروا جدا، ونفسي ان انا يحصل كده يعني عن طريق الافلام او المسلسلات فعلا نبقى بنناقش حاجات ليها علاقه بتنظيم الاسره. يعني دول شويه برضو ما لهمش. شفتي ان هم اعمال فنيه قدرت تاثر تسيب رساله في الجمهور، فانت حابه ان لو في حاجه شبههم تتعمل لتنظيم الاسره. بالظبط. كويس قوي. طيب انت ناويه على ايه بقى؟ اللي جاي ايه؟ يعني ايه اللي جاي بس بالذات في تنظيم الاسره؟ هو احنا كنا بنقدم مقترحات ونفسنا جدا انه انا اكتر اشتغلت مع في محافظات كتيره في مصر، بس ما اشتغلتش مع النوبه بشكل شخصي غير مره واحده تبع المشروع ده. فالمقترح ان احنا ازاي نعرف نعمل مشاريع بنعرف ان احنا نوصل للنوبيين، خصوصا ان احنا القرى النوبيه بتاعتنا شويه هي متفرقه شويه، يعني في جزء في مركز اسوان وجزء كبير في التهجير، ففي كده بعاد عن بعض شويه، زائد ان احنا عندنا في لغتين. فحابه انه احنا لما نوصل ونعمل مشاريع القرى النوبيه، لان مش في مؤسسات كتيره بتعمل عندهم، لان يعني مش اللغه العربيه اكتر بالظبط. فحابه ان احنا نعمل مشروع هناك ونبقى احنا من النوبه بنعمل معاهم، نتخاطب معاهم بشكل شخصي، لان هنعرف نوصل لهم، لان بنتكلم لغتهم، بنتكلم بلهجتهم بطريقتهم، فاهمين المشاكل اللي بنمر بيها بالظبط. يعني حاجه جميله والله. لو في شباب موجودين من سننا وحابين ان هم يعملوا عمل فني، لو تقدم لهم شويه نصايح، بما انك انت كنت شاطره عملتي مبادره نجحت وصلت للناس اثرت في المجتمع اللي انت عايشه فيه، توجهي لهم ايه النصائح المختلفه؟ هو في الاغلب احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه زي كده، بس برضو زي ما قلت هي المشكله اكتر انه الشباب متحمس بس برضو عندهم مشاغل في حياتهم بيخليهم يعني ما يشتغلوش على الموضوع او ما يفكروش كتير لو لان ما فيش دعم. بالظبط، عشان ما فيش، مش بيوفر لهم دخل، بس بيكونوا متحمسين. فهي الحلول الشخصيه ده فعلا بنعمله، ان احنا بنحاول نوصل لهم، على الاقل عندنا داتا لطيفه انه في ناس شاطره ان هي تدرب، في ناس شاطره ان هي تعرف تقدم الخدمه بالظبط. ما دول ممكن نستفيد منهم، يعني اللي بيدرب ده ممكن يروح يدرب الشباب لحد ما يبقى يجي يعني دعم او كده، حتى لو في المجتمع في دايره زي ما نزلتوا عرضتوا العرض في دايره صغيره، ليه ما ينفعش الشباب تروح تدرب مجموعه في دايره صغيره؟ تمام، ممتاز. طيب حاجه بقى كده ايه نوبي، بما انك انت بتتكلمي عن النوبه، التوعيه بالنوبه، نقول رساله كده صحيه وعايزين نقولها بالنوبي. يعني رسالة احنا بنستخدمها كتير في تنظيم الأسرة، وهي فكرة ان المباعدة ما بين الولادات بتكون من 3 ل5 سنوات. ممكن ازاي نقولها بالنوبي؟ أفيتشي جاتكرو تندم بيندو يا إما جنتوسكي يا إما ديشكي أوي. تمام، شكرا جدا يا زهراء، شكرا جدا لحضراتكم. الفن مهم جدا، الابداع بتاع الشباب مهم جدا ان هو يتم استثماره علشان الحاجات التوعويه اللي احنا بنشتغل عليها، خاصه في قضيه مهمه زي تنظيم الاسره. كل ما كنت شاب وكان عندك فكره، يعني احنا بنشجعك ان انت تشتغل عليها وتعملها، لان ده بيأثر في مجتمعات كتير، انت ما بتبقاش عارف مين ممكن يتأثر بالرساله اللي انت بتقولها. كمان كل ما كنت شاب بتعمل حاجات للتفاعل في اطار الشباب، فانت بتلاقي تفاعل الشباب معاك اكبر، فده هيسرع الرساله بتاعتنا اكتر واكتر. شكرا لكل الشباب اللي بتشتغل على مبادراتها وعلى مجهودهم، لان هو حقيقي بيأثر في المجتمع. شكرا لزهراء وشكرا لكل الناس اللي بتشتغل زي زهراء.